اوعى لو شفت المنظر ده في يوم من الايام تفتكروا عسل وتروح تاكله. وحشتوني، عاملين ايه؟ والله حاسس انها بقالي كتير قوي ما كلمتكوش، وحشتني العلاقه اللي بيني وبينكم والكومنتات اللي ما كانتش كتير قوي بس كنت مبسوط بيها. والله بقالنا كتير ما اتقابلناش، يعني حوالي تقريبا 3 شهور على ما اظن كده. طيب تعالوا نبص كده مع بعضينا على المنظر ده. اوعى تفتكر في يوم من الايام ان المنظر ده هو العسل، لا. بس عشان احكي لك القصه محتاج ارجع معاك خطوتين لورا شويه عشان تعرف الحكايه من اولها. مبدئيا كده النحل عمره ما ينزل عسل من ديله ابدا، بل العسل ده بيطلع من بقه. ازاي؟ عن طريق الرحيق. فالنحلة هنا بتاخد الرحيق وبتجمع الرحيق من الورد زي ما انت شايف، وبعد كده تروح لنحلة تانية تنقله لها في بقها، ومن النحلة التانية دي بعد ما تاخد العسل من بق النحلة الاولى تبدأ تروح لنحلة تانية تنقل لها العسل برضه، وتكرر العملية دي في بقها، ويفضلوا ينقلوا من بقهم لبق بعض العسل ده. يا ايه القرف ده؟ المهم العسل ده بيبدأ يتخزن جوه معدة النحلة دي، وبيبدأ يتحول الرحيق تدريجيا لعسل، ويبدأوا يحطوه في الخلايا بتاعة النحل، يبدأوا يرفرفوا بجناحاتهم لغاية ما ينشفوا العسل ده ويجففوه لغاية ما يطلع بالرونق والتقل اللي انت بتشوفه. اما بقى بالنسبة للقرف اللي بينزل من ديل النحلة دي، فده تقدر تقول كده البيبي بتاعها، وهتلاقيه دايما بتعمله بره الخلية بتاعتها عشان بس تحافظ على نظافة الخلية. لكن النحله بتحاول تحافظ على الخليه بتاعتها وتنظفها، وانت لغايه دلوقتي ما نضفتش يا معفن.